اي حاجه هتلاقوها موجوده. ما شاء الله المكان جميل والمعامله جميله جدا. بصي يا اسماء، هو ده يعني مش شعر بلاستيك ولا شعر طبيعي، لان كتير بقى بيجي يقول لك ايه، هو ده شعر ميتين. يعني شعر البلاستيك احنا مش بنجيبه في ليلي سنتر. الاكستنشن عموما سواء ديل حصان او اكستنشن او باروكه بيبقى فيه 3 حاجات. البلاستيك ده احنا مش بنشتغل فيه، يا اما الحراري اللي زي كده، يا اما الشعر الطبيعي. الشعر الطبيعي طبعا بيتباع بالجرام، واكستنشن او ديل حصان ممكن اقل وزن فيه مثلا يبقى مثلا عامل 5000 6000، ممكن يعدي على حسب تقل ديل الحصان، على حسب طوله، على حسب شكله، سواء ديل حصان او اكستنشن. هي بقى لون شعرها ايه؟ اسود زيتون. طيب هو الاسود، يعني هو المشكله في موضوع اختيار الدرجات، واحنا بنقول لاغلب الناس يعني ان هم يجوا يشرفونا في المكان يختاروا، انه الاكستنشن درجاته كتير بالذات في الاسود. يعني ممكن عايز اقول لك الاسود مثلا فيه 6 7 درجات موجودين. البني مثلا يبدا من الدرجه زي كده مثلا، ويبدا يفتح 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 برضه بتاع يعني حوالي 6 7 درجات. عشان كده احنا بنقول لاي حد سواء بيطلبه اونلاين او حد بيجي يطلبه لحد، لازم يبقى متاكد 100% من لون الشعر الاساسي، لان الاكستنشن او ديل الحصان لازم يبقى نفس لون الشعر او لون شعر الشخص اللي هيطلبه او هيلبسه. طيب ده اسود كاتم، وده اسود زيتون. اسود فاتح سنه. يعني هو دي الدرجه اللي بعديه. على فكره الاسود فيه درجات تاني، يعني في حاجات افتح تاني، بس دي كده تمام صح؟ تمام. اوكي. دي دي اسود كاتم. دي درجه افتح شويه صح؟ طيب اهو، شايف الفرق عامل ازاي؟ خلاص دي تمام. دي اكستنشن ب5 كليبس. دي بيتقسم الشعر، بتتحط من تحت وبتسيبي شعرك عليه. اوكي تمام دن. اوكي. النهارده انا جيت ليلي سنتر، بسم الله ما شاء الله، يعني من احسن الاماكن اللي ممكن تروحها. كل طلباتكم هتلاقوها متنفذه والمعامله كويسه جدا، وشغل ما شاء الله. يعني الاكستنشن جميل وكل طلباتي متاحه. حلقان اي حاجه هتلاقوها موجوده. ما شاء الله المكان جميل والمعامله جميله جدا. وكمان بنصح اي بنوته تطلب من ليلي سنتر وهي مطمنه.